تخيل معايا ان انت تصحى من النوم تلاقي الجرايد منزله ان انت مت. ده اللي حصل بالظبط مع الفريد نوبل. ايوه، اللي هو عمل جائزه نوبل. الفريد نوبل ده كان كيميائي سويدي اتولد فقير سنه 1833، ومن يومه وهو طفل غريب كان بيتكلم 6 لغات، كان بيحب الشعر، وفي نفس الوقت كان مهووس بالكيمياء، عيل نرد كده يعني. وهو عنده 17 سنه كانت اول مره يشوف ماده النيتروجليسرين، وقرر ان هو يستكشفها. والماده دي ماده متفجره خطيره جدا، وقرر ان هو يعمل عليها تجارب، وكانت تجارب كارثيه. المصنع بتاعه انفجر، وفي نفس الحادثه ديت اخوه الصغير مات، بس ده ما وقفوش وكمل التجارب بتاعته عادي جدا. البلوت تويست حصل في 1867 لما اخترع الديناميت اللي احنا كلنا عارفين ان هو ماده متفجره. العالم كله بلا استثناء استخدمها، كان جزء في البناء وجزء في الحروب، والنتيجه ان نوبل رسميا بقى مليونير. تيجي سنه 1888 واخوه لودفيج يموت، والجرايد تتلخبط، وبدل ما تنزل النعي بتاعه نزلت نعي الفريد نوبل شخصيا ان هو اللي مات. بس نزلته ازاي بقى؟ كاتبينها بالبونت العريض: تاجر الموت الذي اغتنى من قتل البشر قد مات. الفريد نوبل طبعا اتصدم لانه ما كانش يعرف ان دي الصوره الفعليه اللي الناس شايفينه بيها، وهو بالفعل ما اتصدمش وسكت. هو كتب فعلا في وصيته ان 94% من ثروته تتوجه للعلماء والادباء وصناع السلام، ومن هنا اتولدت جائزه نوبل. يعني اللي عمل الديناميت هو نفس الشخص اللي عمل جائزه السلام. وبس كده. كات.